من 7 ل 2 ده اللي تلم فيه المتراكم. من 7 الصبح لحد الساعة 2 ده الوقت اللي تلم فيه المتراكم. هتقول لي فيه دروس في النص، هقول لك في الوقت الفاضي تذاكر فيه المتراكم. من 7 الصبح لحد الساعة 2، ولازم كمان تصحى بدري. بلاش الدلع، لازم تصحى بدري. تمام. دلوقتي انا شايف ان في ناس كتيرة بدأت الخطة اللي احنا ماشيين عليها، اللي هو بدأت في شهر 5 المراجعة وحل امتحانات، مراجعة وحل امتحانات. لكن في مشكلة بسيطة ظهرت، وهي إن في البعض في دروس متراكمة عليها أو في دروس لسه ما اتذاكرتش أصلا. طيب تحل المشكلة دي إزاي؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي. هقول لك إزاي تلم الدروس المتراكمة عليك أو الدروس اللي لسه ما ذاكرتهاش أصلا، سواء كنت في إعدادي أو ثانوي مش هتفرق. هنعمل دلوقتي مع بعض جدول. بص، هنقسمه لثلاث فترات. اليوم بتاعك هيتقسم لثلاث فترات. هنعمل جدول مذاكرة تراجع فيه وتراكم وتحل امتحانات، بس ركز معايا كويس. تمام. كل اللي عليك تجهز ورقة، الورقة اهي والقلم اهو، وتركز معايا كده انا هقول ايه. تمام. بس لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو، وكمان تكتب لنا في التعليقات انت وصلت لحد فين او ايه المشكلة عندك، وهل بدأت مراجعة ولا لسه. يمكن لو عندك مشكلة اقدر احلها. تمام. بعد ما عملت اشتراك في القناة عشان فيهم مراجعات ليلة الامتحان لسه، طبعا مراجعات تحفة بصراحة يعني. جهزت الورقة والقلم معاك. الورقة اعتبرها ورقة مفيش مشكلة يعني، وده القلم. حاليا دلوقتي في شهر 5، المفروض ده شهر المراجعة وحل الامتحانات، وأي مدرس متأخر في المنهج لحد دلوقتي ده الغلط منه. ده مدرس غلطان. المفروض لحد دلوقتي في الشهر ده كل يكون خلص كل حاجة، المدرسين كلها تكون خلصت شرح المنهج. لأن شهر 5 ده يا دوبك الطالب بياخد نفسه، يبتدي يفوق كده، يبتدي يفوق للمتراكم، للدروس اللي لسه ما مذاكرتش، لحل الامتحانات. تمام. ما علينا، ان شاء الله كله طبعا يكون خلص المنهج. القلم في ايدك والورقه معاك، وتعال نشوف الدنيا ماشيه ازاي. بص، اول حاجه تعملها تقسم يومك لثلاث فترات. اعمل معايا جدول كده، خانه 2 3. خانه او زي ما تحسبها 2 3، هي اسمها خانه طبعا. عايزك تعمل ايه؟ الثلاث خانات دول اللي هم الثلاث فترات. هتكتب في الخانة الأولى المتراكم اللي هي الدروس اللي ما ذاكرتهاش أصلا. بعد كده المراجعة اللي هي الدروس اللي هتراجعها. الخانة الثالثة اكتب الامتحانات اللي هي الامتحانات اللي هتبتدي تحلها أو النماذج أو أي زي ما تحب يعني. أنا بنزل كل ده عندي في القناة على فكرة. تمام؟ عملنا مع بعض الثلاث خانات، المتراكم، المراجعة، الامتحانات. نيجي قدام الامتحانات ونكتب واحد كبيرة كده، واحد كبيرة. تمام. كتبنا واحد. ونيجي قدام المراجعة نعمل ايه؟ المراجعة ذاكر على قد ما تقدر في اليوم. ذاكر يعني، بص انت قدامك يعني في حدود 20 يوم 15 يوم على الامتحان، ولو انت في ثالثة اعدادي فلسه برضه قدامك اكتر من 20 يوم على حسب الوقت اللي انت سمعت في الفيديو. يعني قول مثلا على حسب ما تقدر في اليوم. يعني لو انت في ثالثة اعدادي فانت عليك 5 مواد. تمام. خد لك من كل درس او خد لك من كل مادة مثلا درسين. كويس. انا بقول لك انت هتراجع يعني حاجه انت ذاكرتها قبل كده اصلا. تمام. وفي كمان بعض المواد هتاخد المراجعه بالنسبه لك مجرد قرايه، لان المراجعه بتعتمد اكتر على حل الامتحانات اصلا. خلينا نمسك الخانه الاولى اللي هي بتاع المتراكم. المتراكم هتعمل ايه في المتراكم؟ اكتب لي الدروس المتراكمه عليك بالاسم، ما تكتبش العدد، اكتبها بالاسم. درس كذا درس كذا درس كذا. العربي متراكم درس كذا وكذا وكذا. انجليزي كذا وكذا وكذا. علوم تاريخ كذا وكذا وكذا. تمام. ده أول خانة كتبتهم. هتعمل إيه بقى؟ هقول لك دلوقتي. الخانة التانية المراجعة. لو أنت بدأت مراجعة كمل زي ما أنت، ولو أنت لسه ما بدأتش ابدأ راجع من الأول. في كل مادة ذاكر درسين في اليوم، ولو ذاكرت 3 مفيش مشكلة، 4 يا سيدي مفيش مشكلة، بس تذاكر في كل مادة. ما تاخدهمش مادة مادة، لا. في المراجعة خد كل المواد في وشك، ال5 مواد أو ال6 مواد خدهم معاك. والامتحانات في اليوم حل لك امتحان، لازم تحل امتحانات في اليوم. اقول لك ازاي. من 2 انت يومك هيكون كالاتي: هتصحى الساعة 7 اليوم، هتصحى الساعة 7
بلاش شغل اصحى 11 12. انا اعرف ناس في الثانوي بتصحى الساعه 12، انا مش عارف ازاي، ايام احنا كنا بنصحى 6. تصحى الساعه 7 الصبح، مش مظبط يومك ظبطه غصب عنك. احنا مش بنلعب بشهر الامتحان، ظبطه بدل ما يجي لك. يومك يتظبط انك تصحى الساعه 7 وتنام الساعه 11. من 11 ل 7 تشبع نوم. انت لو قدرت تنام اصلا، ده الواحد بينام 4 ساعات بالعافيه. تمام. تنام 11 تصحى لي 7. تعالى لي بقى، يومك هيبدأ من 7. هتقسمه لثلاث فترات. أول فترة من سبعة الصبح لحد الساعة 2. ده حطها في خانة المتراكم من 7 الصبح لحد الساعة 2. المراجعة حطها من 2 ل7. تمام؟ من 2 ل7 دي المراجعة. خليها من 2 ل6 عشان الناس اللي ما بتحبش تسهر. خليها من 2 ل6. تمام. خدنا دلوقتي المتراكم من 2 ل7 والمراجعة من 2 ل6، وتعالى لي حل الامتحانات من 6 ل 11. كده انت قسمت اليوم بتاعك لثلاث فترات، من 7 ل 2، من 7 الصبح ل 2 ده المتراكم، من 2 ل 6 المراجعة. الامتحانات من 6 ل 11. هتقول لي يا نهار اسود، يعني انا اذاكر من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 2 ومن 2 ل 6 ومن ده كده مش هرتاح خالص. هنا مش القصد ان انا اقول لك ان انت هتذاكرهم، لا. المقصد اقول لك ان ده الوقت اللي تذاكر فيه. فاهمني؟ من 7 الصبح لحد الساعة 2 ما اكيد مش هتذاكر، يعني مش هتذاكر 7 و8 و9 و10 و11 و12 و1 و2. مش هتذاكر 7 ساعات طبعا، لا. المقصد بقول لك دي الفترة اللي انت تذاكر فيها المتراكم. لو عندك درس روح، عندك مشوار روح، عندك مناسبة أي حاجة اعملها عادي. أكيد هيكون عندك درس أو اتنين من 7 ل 2 دول روح. المقصد إن أنا بقول لك دي الفترة اللي تذاكر فيها المتراكم. أيا كان المتراكم عليك تذاكره في الفترة دي. تمام؟ ويا ريت لو أنت خلصت المنهج يعني خف من الدروس، يعني ما تزنقش نفسك في الدروس اليوم كله. تمام؟ خلصنا الفترة بتاع الصبح من 2 ل 7 دي تذاكر فيها المتراكم. من 2 ل 6، من 2 الظهر لحد الساعة 6 المغرب تراجع فيها. لازم تاخد المواد كلها مع بعض، ما تاخدليش مادة وتخلصها. خد المواد كلها في وشك كده. ذاكر المواد عربي، علوم، دراسات، تاريخ، انجليزي، خدهم كلهم في وشك. من 2 ل 7 الساعة 2 و3 و4 و5 و6، قصدي من 2 ل 6 مع 5 ساعات. وانت عليك 5 مواد. هل هتقدر تذاكرهم؟ على فكرة دي مراجعة. دي مراجعة مش هتطول معاك. في دروس اصلا بتقراها مجرد قرايه، انت بتراجع. فاهم؟ انت بتراجع مش بتذاكر من الاول. يعني المعلومات اللي انت بتقراها انت عارفها وقريتها قبل كده. تمام. بعد كده من 6 للساعه 11 ده تحل فيها امتحانات. لازم وضروري تحل امتحانات او نموذج امتحان في كل ماده. تمام. يعني ممكن مثلا من 6 ل 11 تقدر تحل لك 3 4 امتحانات، مفيش مشكله. حل امتحانات على قد ما تقدر في الفترة دي. تمام. كده الجدول خلص. لازم لو انت بقى معلكش متراكم ولا دروس متراكمة فانت كده زي الفل. لو انت معلكش دروس متراكمة انت كده زي الفل. في النهار راجع وبداية من المغرب لحد الليل كله حل امتحانات. لكن دي المشكلة لو انت عندك متراكم. انا بقول لك اهو، تخلي المتراكم عليك من الساعة 7 لحد الظهر. عشان كده بقول لك قوم بدري عشان يومك يكون طويل. تمام. وحاول اشوف حل تاني لو الحل ده ما عجبكش. كده الفيديو خلص. معلش طولت عليكم شويه بس عشان اوضح لكم اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.